السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا الطيب. انا بشكركم قوي وبشكر كل اللي متابعيني بجد واللي بيدعموني واللي واقفين معايا. ربنا يا رب يكبر بخاطركم، ربنا يسعدكم، ربنا يكرمكم، ربنا يعطيكم كل ما تتمنوا، ربنا يرزقكم جميعا يا رب، ربنا يرزقنا ويرزق الناس كلها يا رب، ربنا يرضيكم باللي نفسكم فيه. النهارده عاملين حاجة كده بسيطة وحاجة سريعة، وتعالي اقولك احنا هنعمل ايه. ده ربع كيلو لحمة مفرومة، بس الدهن اللي فيها اعلى من اللحمة شوية. حلو الكلام. معايا بصل ومعايا طماطم، معايا 7 بهارات، معايا فلفل، معايا كمون، معايا ملح بس. الموضوع سهل قوي قوي قوي. انت طبعا يعني انا بعمل ربع كيلو على قدنا، انت ممكن تزودي يعني لو حابه تعملي نص كيلو مفروم براحتك، يعني دي المعايره دي بقى بتاعتك انت حابه تزودي زودي، حابه تعملي ربع برضو اعملي اللي يريحك. انا هنا كان تبقى بصلايه كبيره، بس انا كانش عندي بصلايه كبيره، خدت بصلتين وطماطمايه واحده بس، مسكتهم بشرتهم وهعصرهم في المصفى دي كويس قوي 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 قوي. بصي انا عصرتهم يعني ايه على قد ما تقدري، حاولي تنزلي الميه بتاعتهم، بس اركني الميه طبعا على جنب، احنا هنستفاد بالميه، ما ترميهاش، تخليها هتنفعنا للاخر خالص. هقولك برضو هنعمل بيها ايه لما نصبع الكفته ويفيد، هقولك هنعمل ايه. هحط حبة كمون، هحط فلفل اسود، هحط 7 بهارات، هحط شوية ملح، كلها حاجات بسيطة ومكونات بسيطة، ما تجوديش ما تكتريش البهارات يعني. هي دي البهارات بالظبط بالظبط اللي انا حطيتها، والطماطمايه اللي احنا بشرناها مع البصلايه دي بجد بجد هتفرق معاكي في طعم الكفته قوي 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 فوق ما تتخيل. ظبطي الملح بتاعك وخلي بالك عشان اللحمه المفرومه خداعه في الملح. انا طبعا جبت سيخين بتوع الشيش. ما عندكيش السياخ بالمعلقه، انا نسيت خالص المعلقه بصراحه. انا كان ممكن اعمل بالمعلقه لان كده كده انا مش هحتاج اصلا العصيان، انا يا دوبك هصب عليها الكفته. ممكن تكبري الصباع عن كده، وبصي انا بشيله من الشيش اصلا، بشيله من العصيان، يعني انا يا دوبك بصبع وباخد من الميه كده بايدي وابتدي ان انا ايه اصبع على على العصايه، تصبعي على سيخ، تصبعي على معلقه. ودي صينيه عندي، انا حطيت بس الورق الفويل بس عشان شكلا في التصوير، انما انت ما تحطيش ورق فويل، يعني هي صينيه وعليها الشبكه. وطبعا بعد ما تصبعي خالص خدي الحبه اللي هيفيضوا منك اللي هم اللي نزم البصل والطماطم وحطيهم في قلب الصينيه. انا عايزه اقول لك ان البخار بتاعهم اصلا بيطلع على الكفته، بيخليها ريحتها حلوه قوي. كده احنا دخلناها على على الفرن. انا هنا كنت بعمل طحينه ومفكره نفسي ان انا بصور، بس للاسف جميله بنتي دخلت عليا وانا نسيت خالص، فاللي هو انا حطيت معلقتين طحينه، حبه كمون، حبه فلفل اسود، حبه بابريكا، حبه خل، والميه بنزلها حبه حبه لغايه السمك اللي انت عايزاه. انا هعملها معاكم تاني قدامكم، يعني برضو جميله جدا من وسهله. هعملها معاكم تاني، بس انا كنت مفكره ان انا بصورها، بس للاسف البركه في جميله بنتي كانت بتكلمني وانا اتلهيت. وعلى الوش كده بديها رشه كمون ورشه بابريكا كشكلا، بس عايزه تضيفي طبعا شطه ضيفي شطه. انا طبعا دخلتها الفرن، ما بولعش الشوايه. هو انت حسب الفرن بتاعك بصراحه، يعني لو الفرن بتاعك بيسوي فوق وتحت خلاص، ما بيسويش فوق ممكن تشغلي عليها الشوايه. طبعا كنت سلقت مكرونه، كنت قطعت طماطم كده ترانشات وعملت عصرت عليها ليمونه وكمون وفلفل برضو وحبه خل كده، يعني حاجه ايه لزوم لزوم الاكل. وهنا كانت خلصت. جربي الكفته دي بجد مش تندمي، جربي الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. الكفته جوسي كده وحلوه. وربنا يسعد قلوبكم، متنسوش اللايك والشير. شكرا.